وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. يا صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنت عاملاه معاكم، وفرحانه جدا بالناس اللي داخله جديد على القناه، ويا رب القناه تعجبكم. واللي لسه اول مره يشوف قناتي ومش مشترك فيها هتعجبه جدا. ما ينساش ان هو يضغط على زر الجرس وكمان يشترك في القناه. ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. الفيديو زي ما انتم شايفين جايبه لكم بطبيعته خالص. طبعا الحياه كلها مش بقى الدنيا مترتبه والدنيا نظيفه ودايما الدنيا معانا هاديه كده. لا، بيجيلنا اوقات طبعا ان سايبين المطبخ بتاعنا زي ما انتم شايفين، المواعين بقى كتير، الدنيا متبهدله. ف يعني الصراحه الواحد بيبقى ساعات يبقى تعبان، فما بقدرش ان انا بالليل انضف المطبخ، فبسيبه بقى وتاني يوم الصبح اقوم الاقي الدنيا زي ما انتم شايفين. لكن انا بحب دايما قبل ما بنام كده الشقه تكون مترتبه وكمان المطبخ يكون نظيف، علشان الواحد لو حتى قام متاخر يقوم على الاكل على طول والدنيا تكون معاه هاديه كده ونظيفه. لكن طبعا جبت لكم اليوم بقى بطبيعته ومصوره لكم كل حاجه، فقمت بقى يعني قلت بقى اتشجع كده واتنشط بقى معاكم وانضف المطبخ. فلميت بقى كل الحاجه اللي كانت متبهدله بقى، وكل الاطباق والمواعين حتى البوتاجاز كان عليه حاجات، فشلت كل ده. وفتحت بقى الشباك كده لان بحب يكون عندي الاضاءه تكون حلوه كده في المطبخ، وكمان الشباك ده بيدخل لي هوا لان احنا اليومين دول الجو حر. دخلت بقى معايا، اخدت كده معايا مروحه وقلت بقى ادخل على المعركه اللي عندي دي. المهم بحب ان انا حتى لو مش هغسل المواعين الم المواعين كلها في الحوض والم المطبخ وبعد كده ابدا انضف. يعني بلم كل الدنيا كده اللي حواليا علشان ابقى عارفه انا هبتدي منين وهعمل ايه الاول والكلام ده كله. فابتديت بقى بالرخامات، لما بتكون معايا نضيفه بقى وارجع الحاجه مكانها خلاص بيبقى الدنيا يعني يعتبر اتلمت كده معايا. مسحتها كويس برضو لاني من زمان ما غسلتهاش الغسله الحلوه دي. يعني انا ببقى اغسلها بس ما بشيلش الحاجه اللي عليها، فقلت لا اغسلها كده بميه وصابون بقى ورغاوي والحاجات اللي بتفتح النفس دي، بما اننا كده في الصيف فشغل الميه ده بيبقى حلو طبعا في الصيف. فعملتها كده بصابون ونشفتها كمان بفوطه كده. الاول بنشفها كده بفوطه فيها ميه وبعد كده بفوطه ناشفه. وهرجع بقى هغير النظام. انا كنت حاطه في الجزء ده كده الاير فراير، شلتها وعنتها، يعني حطيتها كده في ضلفه من ضلف الالمونتال عندي، وقلت ارجع كده الستاند بتاع البهارات عندي كده احطه في المكان ده، لان من الوقت للتاني كده الصراحه بحب ان انا اعمل تغيير حتى لو بسيط في المطبخ، بيفرق معايا جدا. بحس ان في اختلاف، حتى لو حاجه عاديه بحس ان في اختلاف كده في المطبخ عندي، وبرتاح كده لما بكون بغير كده من الوقت للتاني في المطبخ. فكنت عايزه ان انا الرخامه دي تكون فاضيه عندي، ما يكونش عليها حاجات كتير، علشان برضو لو هحط عليها اكل او اي حاجه في ايدي تكون فاضيه. ففضيتها، سبت عليها بس الستاند بتاع البهارات، وحطيت اللي هو برضو الستاند الخشب اللي جنب البوتاجاز ده، ببقى حاطه عليه الازازه بتاعه الزيت، بحط عليه برضو المعالق السيليكون في ايدي دايما كده على البوتاجاز، الحاجات اللي انا بستعملها جنب البوتاجاز. ونيجي بقى للجزء التاني من الرخامة التانية. انا عندي رخامتين بس، يعني الجزء ده والجزء اللي هناك. قلت برضو اديلها غسلة حلوة كده. هنا حاطة الصفاية بتاعت المواعين علشان تكون جنب ايدي لما اغسل حاجة احطها فيها تتصفى. فبرضو غسلتها كده وغسلت الرخامة وعامله لكم قلب حلو كده طبعا. وعملتها بمية بقى وصابون، وبعد كده فوطة برضو ناشفة كده هغسل الرخام وهرجع كل حاجة مكانها. زي ما قلت لكم ان الرخامات عندي لما بنضفها والم المطبخ بحس ان انا انجزت كتير، وبحس ان انا خلاص يعني قربت اخلص كده. لكن لما الدنيا تكون كلها مكركبه بتحس ان الكركبه بتزيد اكتر، وان انت ما فيش حاجه بتعمليها وبتتخنقي بقى في الحر ده وبتسيبي الدنيا دي. المهم بقى حطيت فوطه ناشفه برضو تحت الصفايه، يعني من وقت للتاني بغير الفوطه دي وبحط فوطه تانية. المهم خلصت بقى الرخامات والجزء الحاجات اللي عليها. نيجي بقى للبوتاجاز. قلت برضو اديله غسلة سريعة. انا بحب دايما البوتاجاز عندي يكون نظيف.
يعني يعتبر يوميا بغسله كده بعد الغداء بعد عشاء. المهم ان هو يتغسل في اليوم كده كأنه زي المواعين بالظبط، لان البوتاجاز عندي في واجهة المطبخ، فيعتبر بحس ان هو المراية بتاعت المطبخ كده. لو هو متبهدل ببقى الصراحة متضايقة، بحس ان المطبخ عندي كله متبهدل. فدايما بغسل البوتاجاز، وطول ما هو نضيف ما بياخدش مني وقت الصراحة، بيتغسل بسرعة جدا. لكن الحوامل بتاعه البوتاجاز عندي متبهدله قوي، ببقى اعمل لها مثلا كل شهر او شهرين 3 كده، بعمل لها تنظيف لوحدها. بحطها طبعا، بسخن الفرن جدا وبحطها في فرن البوتاجاز، وبجيب اللي هو مزيل الدهون، اي مزيل دهون، وبغسلها بيه، بتبقى حلوه جدا. لكن يعني غسيلها الصراحه بيبقى صعب، فانا يعني ايه بسيبها لما خلاص بتكون جابت اخرها. نفسي الصراحة ان انا اجرب كده اغسل الحوامل بتاعة البوتاجاز في غسالة الاطباق عندي، يعني بشوف كده على اليوتيوب كتير بيغسلها، بس الصراحة ما جربتهاش قبل كده، فخايفة ان الغسالة تبوظ. فاللي عمل الحوامل قبل كده في الغسالة بتاعة الاطباق يكتب لي طبعا في الكومنتات، يعني نستفيد كده من بعض. نيجي بقى لكل الحاجات اللي احنا لمناها وحطيناها جوه الحوض. فالحوض زي ما انتم شايفين بقى في الاخر كل حاجه فيه بقى مكركبه كده، المواعين بقى والكوبايات والاطباق واللي كان على الرخامه واللي كان على الفرن بتاع البوتاجاز، كل الحاجات دي شلتها كلها وحطيتها في الحوض. فهغسلها بقى، قلت بالمره بقى بما اني كده نشيطه هغسلهم، مش هحطهم في غساله الاطباق. يعني الميه كانت اصلا ضعيفه، فقلت بدل ما احطهم في الغساله وطبعا بتسحب ميه، فقلت لا اغسلهم انا كده بسرعه. المهم غسلتهم، ما اخدوش مني وقت، وكمان كنت بغسلهم بقى بارتياح نفسي كده، لان زي ما قلت لكم لما كل المطبخ حطاه في قلب الحوض ده، يعني كل حاجه كانت معايا نظيفه ما عدا بس المواعين اللي كانت عاوزه تتغسل دي كانت اخر حاجه، فغسلتها كده بارتياح نفسي كده. لكن لو انا كنت بدأت بيها الاول بصراحه كنت هتقفل بقى من ان انا انضف اي حاجه في المطبخ، فسبتهم اخر حاجه. وهغسل بقى بالمره كده الحوض والسلستين برضو بتاع الحوض ده، بحط له شويه من الكلور، بيبقى حلو جدا، يعني بينضف معايا بسرعه. بحب برضو ان انا الحاجات اللي زي دي اغسلها بالكلور. لكن وبرضو الرخامات ممكن ارش عليها شويه من الكلور برضو بيلمع كده، لكن بخففه بميه لان بخاف على الرخامه ان هي برضو اللون بتاعها يبهت شويه. وخلاص بقى هلم الحوض زي ما شايفين بصابون بقى وانشفه كويس، والفوطه كمان بتاعه اللي انا بمسح بيها بقى بتاعه المطبخ كده هغسلها كده برضو غسله حلوه على السريع، واسيبها بقى تنشف. ويعتبر كده المطبخ معايا خلاص، اقول له كده يعني الف شكر ان انت نضفت معايا، علشان بقى نبتدي كده نطبخ ونعمل الغدا في جو رايق والدنيا هاديه. فكنت طبعا مطلعه لحمه تفك عشان حطاها في ميه علشان انجز، يعني اخلص اللي ورايا على طول وابتدي اعمل الغدا. طبعا وانا بغسل بقى المواعين ولعت كده على اللحمه، غسلتها كويس وولعت عليها وسبتها تستوي مع نفسها. كنت اعملها كده في بطاطس، فصورت معاكم بس اخر فقره كده. جبت بقى بطاطس معايا وهقطعها حلقات، بس حلقات تكون تخينه شويه ما تكونش رفيعه. فهقطع بقى كل البطاطس كده حلقات، ومش هكتر برضو لان انا يعني على قدنا كده. وحطيت بقى الصلصه برضو كانت جاهزه معايا في التلاجة، حطيتها وحطيت بقى زودتها شويه ميه، وازودها كمان شويه من الميه واحطها تاخد لها غلوه حلوه كده على البوتاجاز. يعتبر اللحمه كانت معايا جاهزه، وكمان زي ما انتم شايفين كنت اصلا فتحت على اللحمه لقيتها استوت، والرز كمان كان اتعمل، وما كانش فاضل بس غير البطاطس هتستوى واحط فيها اللحمه وخلاص. وخلاص بقى ده كان الغدا بتاعنا كده. عملت بقى الشوربه والرز واللحمه بالبطاطس واتغديت، والحمد لله. والمطبخ كمان كان نظيف وكل حاجه كانت مترتبه. غسلت بس كده المواعين بتاعه الغدا، وكنت حاطه دور في الغساله هدوم برضو بالمره كده اغسلها طول ما انا شغاله في المطبخ، قلت برضو يعني اغسل الهدوم. وخلاص بقى هنا كنا وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسوش يا حلوين الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واقول لكم مع السلامه.